السلام عليكم بنات، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده واحوالكم كلها على ما يرام. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم واحد البريوش اللي كيجي بحال القطن، وغادي نديروا فيه حبيبات شوكولاته او بيبيتاس ديال الشوكولاته اللي كيحماقوا عليهم الوليدات. كيجي بحال آه واحد البريوش اللي كيتباع في المحلات. هاد لي بيب دي شوكولا هادو هما اللي غادي نستعملوا كما كتشوفوا في الصوره. مقادير جد اقتصادية وطريقته جد سهلة، ما عليكم إلا أنكم تفرجوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخير. نبداو إن شاء الله في المقادير. نحتاجو 3 البيضات، غادي نحتاجو كاس مع مرش ديال زيت، كاس لاروب. غادي نحتاجو كذلك كأس من السكر، جوج كيسان د الحليب، معلقه كبيره ديال خميره الخبز. غنحتاجو قشره الحامض محكوكه، الملح، وغنحتاجو جوج معالق كبار د الزبده اللي تكون بحراره الغرفه. وكذلك غنحتاجو الفانيليا باش نسمو هاد البريوش، والطحين حسب الخليط. وطريقته كما قلت لكم غادي نمروا بجوج مراحل. اول حاجه باش هاد البريوش ما ياخذناش وقت كتير كما عودتكم، ضروري اننا نديروا خليط ديال الخميره يخمر على خاطرو على ما حنا كنوجدوا باقي المقادير. كما قلت لكم هنا استعملت ملعقه كبيره عامره من خميره الخبز، وضفت لها شويه السكر، وغادي نضيف لها شويه ديال الطحين. بالنسبه للطحين انا كما كعودتكم كنستعمل ارينا فورسا ديال ميركادونا، وكذلك حتى الطحين ديال البنات راني جربته. كما قلت لكم راني خديت بنصيحتكم ومشيت خديته من عند الدي زويون، ولكن هاد لاغوسيت كانت مصوره عندي يعني مده هادي ويلا درت لها المونتاج. كما كتشوفوا درت تقريبا جوج معالق كبار ديال الطحين، وضفت شويه ديال الحليب، ما ضفتش الكميه كامله. وغادي نخلطوه هكا غير بمعلقه، وغادي تنحصلوا على واحد الخليط اللي هو يكون متجانس. ومن بعد غادي نغطيوه ونخليوه يختمر على خاطرو، فهو ما كياخدش شي وقت كتير على ما نخلطوا البيض ديالنا وباقي المكونات، وكيكون هو تبارك الله يعني ضعف الحجم ديالو. هكا كنستعملوا الخميره كتكون يعني اصلا مختمره مزيان، يعني ما كياخدناش هاد البريوش شي وقت كتير. انا اغلبيه كنوجدو ملي كنكون هكا في الصباح في الكوزينه كنخدم نوجد الغدا ولا شي حاجه، كنستغل داك الوقت كنكون يعني غير تما. فما كان كما عودتكم ما كنعجنوش شي عجن كتير ولا شي حاجه، وما كما قلت لكم ما ياخذش شي وقت بزاف. فهكا انا كيعجبني نخدمو هكا مع ملي نكون نوجد الغدا ولا نكون هكا في الكوزينه، ما كنحسش به ودغيا كيوجد. غادي نحاول ما يمكن انني نسرع لكم الفيديو باش ما يجيكمش طويل. كما كتشوفوا الخميره ديالنا هنا تقريبا داز 7 دقائق كما كتلاحظوا، ضعف الحجم ديالها 3 المرات. هنا غادي ناخذ البيض، ضروري المكونات يكونوا بحراره الغرفه الا الحليب اللي يكون هو دافي. هنا كما كتشوفوا 3 البيضات، وغادي نضيف لها، غادي نخلطهم شويه هكا حتى يندمجوا مع بعضياتهم. وغادي نضيف لها السكر. بالنسبه لكميه السكر فكاس كيجي الحلاوه ديالها. وهنا كما كتلاحظوا غادي نضيف الزيت، وغادي نستمر في الخلط جيدا. الحليب ديالي شفتو حيت الجو هنا في هذا الفيديو ملي صورته كان شويه بارد، فاضطريت انني نعاود نسخنو هكا باش ما نديرش الحليب بارد في الخليط ديالي. وهنا ضفت الفانيليا، قشره الحامض يمكن لكم ديروه للتشين، والملح لتصحيح الطعم لا غير. وهنا كما كتشوفوا كنضيفوا داك الحليب ديالنا اللي كيكون هكا دافي شويه. وصافي هنا كما كتلاحظوا الخميره ديالنا انتفخت ما شاء الله. غادي نخلط جيدا، وهنا غادي نبدا نضيف الدقيق، يعني نبقى نزيد عيني ميزاني. تقريبا كتدي حتى 600 غرام د الدقيق. كتاخذ دائما ما بين 650 حتى يعني ما بين 600 حتى 650. هذاك هو العبار اللي كتدي لي انا دائما، وكيبقى داكشي على حسب حجم البيض وحسب الطحين. فهنا كما كتلاحظوا كنخلطوا هكا جيدا، وحنا كنضيفوا الدقيق. وهنا صافي غادي نحيد الطراب اليدوي، غنستعمل ملعقه د الخشب.
هنا كما كتلاحظوا غادي نحاول ما امكن اننا نضيفوا الطحين عين ميزاننا، ما نقصحوش العجينه بزاف، لان البريوشي الا قصحتوا له العجينه البنات كيجي مدقس وما كيتنفخش مزيان. فضروري العجينه تكون شويه مرخوفه وكتلصق شويه في اليدين. فانا كما كتلاحظوا غير غادي تشكل لي كويره، وغادي نجمع دوك الاطراف كاملين. فهنا فوق طاوله العمل غادي فقط غير غادي نعجنها واحد العجنه خفيفه. وانا كنضيف ديك الكميه الزبده فيها كما قلت لكم 2 معالق كبار، تكون بحراره الغرفه. وكما كتلاحظوا راه ما حدنا كنديروا الزبده وكنتحصلوا على واحد العجين كيلمع وكيكون الوجه ديالو املس. فهنا غادي نخليوها حتى تضاعف الحجم ديالها ونرجع لكم. كما كتشوفوا تقريبا خدات لي هنا 35 دقيقه. هنا غادي نرشد الدقيق وغادي نبدا نطلق في العجينه ديالي، ما غاديش نشكلها كويرات. وغادي تلاحظوا الطريقه راه كلشي مفسر في الفيديو، ما عليكم الا انكم تفرجوا المراحل كاملين ان شاء الله وغادي ينجح معكم اكيد اكيد. كما كتشوفوا هنا في الصوره ضروري شويه ديال الدقيق لان العجينه خفيفه، ضروري من المساعده ديال الدقيق هكا باش ما تعذبكمش. راه كما كتلاحظوا غير باليدين ما شاء الله كتطلق، ما تحتاجوش كاع المدلك. وهنا كما كتشوفوا غادي نضيفوا حبيبات الشوكولاته. يمكنكم كذلك تضيفوا الزبيب كفكره او اي نوع من الفواكه الجافه كذلك كيجي زوين. وهنا غادي نلويوه على شكل قطيب هكا كما كتشوفوا في الصوره، وحنا كنسدوا الجوانب جيدا. وهنا غادي نشد بواحد السكين او اي اداه حاده عندكم ونقطعو كما كتشوفوا بحال كي كنقطعوا الفقاس، غير هذا كنقطعو شويه غليظ وصافي. وتقريبا راه كنخرج كميه معقوله هكا باش كيجيو دوك الحبات في الشوكولاته في الوسط كيجيو زوينين ما شاء الله. وهنا كنحاولوا ما امكن اننا نشكلوا منها نجمعوهم على شكل كويرات ويجي الشكل ديالهم دائري. غادي نوريكم في الصوره، كنتمنى ان شاء الله يكون التصوير واضح لكم. هنا غادي نضيف لها شويه الشوكولاته، هذا كيبقى اختياري. يمكن لكم يعني فقط تكتفيو بدوك الحبيبات ديال الشوكولاته، ولكن حيت انا الوليدات كيحماقوا على شي حاجه فيها الشكلاط في الوسط فضروري نزيد غير شويه كميه قليله. وكونوا اكيدين راه ما غادي تخرج لا شكلاط لا والو، كلشي كيبقى لداخل. كما كتشوفوا في الصوره طريقه جد سهله. يمكن لكم كذلك تعمروه بلا كريم باتيسير او اي حاجه او الكوفيتير كذلك كيبقى داكشي كما قلت لكم اختياري. انا فقط كنعطيكم فكره وانتم ما شاء الله يمكن لكم تغيروا في النكهات، تغيروا في الشكل، كيبقى كما قلت لكم داكشي وانتم شنو كتبغيو. ولكن يكونوا اكيدين بهذه الطريقه غادي يحماقوا عليهم الوليدات، لاننا وليداتي كيهبلوا عليهم دائما من نديرهم راه ما كيدوزوش عندي يومين كيكونوا مسالين. هنا كما كتشوفوا كندلك علي كنضغط عليهم شويه هكا باش ما يجي باش من بعد يرجعوا يتنفخوا. وهنا كنرجع نزوقهم بحبيبات الشوكولاته. كما قلت لكم كنبقاو نزوقوهم هكا بداك الحبيبات ديال الشوكولاته في الفوق باش يجي المنظر ديالهم بحال هذوك اللي كنشريهم من المحلات، ما يكونش الفرق. وحتى هكا كنحببوا الاطفال انهم ياكلوهم. كما كتشوفوا في الصوره هنا غادي ندخلهم نغطيهم ونخليهم هكا في الفران مطفي يضاعف حتى يضاعف الحجم ديالهم ان شاء الله. ونرجع لكم باش نكملوا تتمه الوصفه ديالنا. فهنا غادي نخليهم يختمروا ان شاء الله ونرجع لكم باش تشوفوهم كي كيجيو. كما كتشوفوا تبارك الله الشكل ديال الحجم ديالهم تضاعف. فهنا كما كتلاحظوا خديت اصفر بيضه مع شويه د الحليب، غادي ندهنهم وندخلهم على الفران حتى يتحمروا وكيجيو كما كتلاحظوا بهذا الشكل الرائع. كيجيو البنات مفشفشين وخفافين كالقطن
ومذاق الحامض والفاني عاطي منهم، ودوك الحبيبات الشوكولاته ما نقولكمش اكيد اكيد غادي يحماقوا عليهم الوليدات وحتى الكبار. فانا كاين من لي بريوش اللي كيعجبوني سواء لا الافطار ولا الكوتي كيجيو رائعين، خفافين، وكما لاحظتم ما كياخذوا لا وقت لا والو، طريقتهم جد سهله، وشي حاجه اللي هي مصنوعه في البيت كما كنقول لكم ديما احسن من اي حاجه كنشريوها من المحلات، ونفرحوا بها وليداتنا ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها لما لا في البيوت ديالكم. وإلا جربتوها ما تنساوش تخليو لي التعاليق ديالكم والرأي ديالكم في الوصفة، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء والعائلة ديالكم. وإلا كنتو أول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك، فعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. كما كنقول لكم ديما تهلاو فراسكم والسلام عليكم.